الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم فيه على انواع الفيزا ايه، وانت اللي يلزمك ايه فيهم. يعني انت هتختار الفيزا اللي انت محتاجها بناء على ايه. في نوعين او تو فيندورز او موردين اساسيين للفيز كلها الخاصه في كل البنوك اللي في العالم. عندنا في مصر اهم اتنين هما الفيزا، شركه فيزا وشركه ماستر كارد. دول انواع البطايق اللي بيتم اصدارهم. الشركتين دول هما المصدرين للبطاقه نفسها اللي حضرتك بتمسكها. بعد كده البنك بيطبع اسمه عليها وبيحط رقم البطاقه. الاساسي او اللي بيتحكم في سيستم الفيز والبطاقات البلاستيك اللي انت بتشوفها دي كلها هي فيزا وماستر كارد. في بره شركات تانية زي امريكان اكسبريس وحاجات زي كده، بس مش موجوده عندنا في مصر. طيب انواعهم ايه وانت تختار ايه بناء على احتياجك. في النوع الاول ده بتبقى مرتبطه بالحساب بتاعك. انت بتروح في بنك بتفتح حساب النهارده بتحط فيه مثلا 100 جنيه. البطاقه دي اسمها الديبت كارد. الديبت كارد هي المرتبطه بالمبلغ اللي انت حاطه في الحساب بتاعك. كويس. حاليا مؤخرا البنوك كلها بدات تفتح البطاقات دي للتعامل الاونلاين. فانت علشان تعمل ترانزاكشن اونلاين لو انت معاك الفلوس في الحساب بتقدر تعملها عن طريق الديبت كارد اللي هي بتكون معاك اساسا من البنك اللي انت بتسحب منها من الاي تي ام. يبقى الديبت كارد كده هتوفر لك ايه؟ هتوفر لك حاجتين، او هتوفر لك كل المزايا تقريبا حتى بتاعت الكريدت كارد. طول ما انت معاك فلوس فخلاص انت مش محتاج كريدت كارد في اي حاجه، فانت تقدر تستغلها في اولا طبعا هتسحب من اي تي ام مفيش مشكله، هتعمل اي معاملات اونلاين مفيش مشكله. طبعا معاملات اونلاين بقى تشمل المصروفات اللي انت حابب تدفعها في البنزينه مثلا، بتشتري حاجه اونلاين هتشتغل معاك. وفي حاله زي دي انت بتحتاج حاجتين: رقم البطاقه بيكون مكون من 16 رقم، والاكسبايري ديت بيبقى مطبوع على البطاقه. ممكن برضو هوريه لكم حاليا هتلاقوه ظهر. وظهر البطاقه بيكون فيها السي في سي كود اللي هو الكارد فاليديشن كود، السي في سي كود. بتحتاج تدخل الثلاث حاجات دول عشان تقدر تستخدم اي بطاقه. وطبعا في بعض الاماكن كمان بتطلب كمان الاسم اللي معمول له برنت على البطاقه. بالمناسبه كمان انت لو بتعمل اي تحويل ومش عارف اسمك بالانجلش ايه في الحساب بتاعك في البنك، حط الاسم اللي موجود على البطاقه، هو ده بالظبط الاسم الخاص بحسابك. طيب كده احنا اتكلمنا على اول نوع وهو الديبت كارد اللي هي بتبقى مرتبطه بالحساب. في نوع تاني اللي هي الكريدت كارد. دي زيها زي اعتبرها كارد انت واخده بليميت معين تقدر تستخدمه بليميت معين. البنك بيحدده لك بناء على الحد الائتماني بتاعك او انت تقدر تاخد لحد كام، واتكلمنا في فيديو سابق على الموضوع ده بالتفصيل، الاي سكور وليه تاخد الليميت ده وازاي البنك اساسا بيقرر يديك الكارد او لا. فالكريدت كارد انت بتاخدها بليميت معين وبتقدر تستخدمها برضو في اي معاملات. الكريدت كارد ميزتها حاجه واحده من وجهه نظر انا، يعني اولا ان انت بتستخدم فلوس هي مش بتاعتك، فهي ميزتها الوحيده ان السداد فيها بيكون بعيد شويه. يعني انت تقريبا بتعمل الترانزاكشنز بطريقه معينه كده، لو عملتها بعد ما الستيتمنت بتطلع وبعد ما كشف حساب تطلع يبقى عندك حوالي 50 يوم عشان تسدد المصروفات دي. بس لو انت قادر تعمل كنترول كويس بجد هتقدر تستفيد منها الفتره دي. بس للاسف اللي بيحصل ان اغلب الناس ما بتقدرش تعمل كنترول وبتستنزف فلوس كتير وما بتسددش، او بتسدد على مهلها على فترات بعيده بيكون نزل تشارجز كتير ومصاريف اداريه كتير. الكريدت كارد وظيفتها الاساسيه ايه؟ بتستخدم برضو في المعاملات كلها الاونلاين واي عمليات شراء بتتم اونلاين في بنزينه في حاجه زي كده. مؤخرا كانت الناس كلها علشان تعمل حاجه زي دي لازم تطلع كريدت كارد عشان تقدر تستخدمها في الحاجات اللي من النوع ده. بس مؤخرا البنوك زي ما قلت لكم فتحت الديبت كارد للمعاملات دي. في بنوك كانت سابقه في الموضوع ده من زمان قبل حتى ما الموضوع ده يتم، زي اتش اس بي سي في مصر كان فاتح الديبت كارد. كنت تفتح الحساب الديبت كارد بتعمل معاك اي معاملات انت عايز تعملها وبتشتغل في كل البلدان لانه طبعا بنك عالمي. طيب دي كده الديبت كارد والكريدت كارد. في نوع ثالث منهم هو البريبيد كارد. البريبيد كارد انت بتاخدها من البنك وانت اللي بتعمل فيها ايداع بمبلغ معين. حاليا بقت منتشره ليه؟ لان مثلا في المصروفات الدراسيه والهيئات الحكوميه زي ما انتم بتشوفوا بيقول لك انت لازم تدفع بفيزا. طب انا ادفع بفيزا ازاي؟ قدامك حلين: يبقى عندك حساب ويبقى فيه فلوس فتدفع عن طريق الديبت كارد اللي احنا اتكلمنا عليها في البدايه،
او حاجه اسمها بريبيد كارد او بطاقه مسبوقه الدفع. تجيب البطاقه دي وتقدر تدفع عن طريقها. انت بتشحنها، يعني بالظبط كده معناها انت بتشحنها، تعمل ايداع للبطاقه دي عن طريق اي بنك، و بتدفع عن طريق البطاقه دي، تشحنها فلوس وتدفع بيها اي مصروفات، تعمل معاك اي معاملات برضو اونلاين. وزي ما اتفقنا ان انت بتحتاج ال 16 رقم والسي في سي كود واحيانا الاسم والاكسبايري ديت اللي موجود على البطاقه. ده كده بشكل عام انواع البطاقه الموجوده. كل بنك بقى بيقدم مزايا تانية خاصة بالبطاقات دي، زي مثلا الكاش باك، زي الاوفرز اللي بتبقى موجودة، زي مثلا الاوفر اللي موجود في البنك الاهلي اللي هو خاص بامكانية التقسيط على 6 شهور بدون فايدة. تشتري اي حاجة بس من ميرشنت معينين البنك متعاقد معاهم، وبتقدر تقسط الحاجة دي على 6 شهور او 12 شهر. كل دي اوفرز بتوفرها لك البطاقات دي، وده اللي بيميزها من بنك لبنك. لان زي ما قلت لكم هي كل البنوك واحد في البطاقات، مش فارقه كتير، هما الثلاث انواع دول اللي موجودين او الثري كاتيجوريز دول اللي موجودين، فبتقدر تستخدم كل دول. بس الفكره في المميزات الخاصه بكل واحده. واحده مثلا هتديك كاش باك لما تعمل عمليات شراء مثلا ب 1000 جنيه ب 2000 جنيه وهكذا، تديك كاش باك مثلا 3%. واحده تانية هتديك اوفرز من اماكن معينه. في اتش اس بي سي مثلا في كريدت كارد موجوده اسمها الادفانس بتفتح لك حاجه اسمها اللاونج اكسس في المطارات. لما تكون مسافر ان شاء الله بتفتح لك في منطقه كده اسمها اللاونج اكسس، لما يكون في ترانزيت او انت في المطار قاعد فتره شويه مستني الطياره او حاجه، منطقه كده بيكون كل الحاجات اللي فيها ليك فري طول ما انت حامل البطاقه بتاعه اتش اس بي سي الادفانس مثلا. يعني دي حاجه من الحاجات. في البطاقه الاعلى شويه البريمير بتفتح لك بقى مجموعه مطارات في العالم. انت لما بتنزل وبتوري له الفيزا دي او الكريدت كارد بتاعه البريمير بتاعه البنك، بيفتح لك اللاونج اكسس، تقدر تدخل فور فري مجانا ليك مثلا او لزوجتك او كمان احنا للاطفال عن سن معين. ده سريعا كده انواع البطاقات. فانت لو حاليا مثلا عايز تدفع مصروفات ومش عارف تدفع بايه، روح اسال على في البنك على البطاقه مسبوقه الدفع او البريبيد كارد. انت بتشحنها بفلوس وبتاخدها تقريبا وانت ماشي، في بنوك بتسلمها لك وانت ماشي. ففي حاجات كتيره جدا تقدر تعملها بالموضوع ده. وبشكل عام كده احنا اتكلمنا على الثلاث انواع. لو في اي حد عنده استفسار تاني ممكن يسيب لي في الكومنت.